والله يا فندم احنا منزلين اجازة بالاتوبيس. كانت في عربية راكنة على جنب كده، عدينا جنبيها فانفجرت فيها بونس فانفجر. فبعد كده انا ما شفتش الا نار في وشي، جاتني شظايا كتير. نزلت من الاتوبيس كان في ناس مصابة كتير. يطا ركبنا اتوبيس طلعنا على مستشفى العريش. انا اتنقلت من مستشفى العريش بطيارة على مستشفى المعادي. احنا بنخدم مصر خدمة وطنية، لازم نخدم مصر ولازم نقضي على الإرهاب ده، لازم بأي طريقة، بأي طريقة. وإن شاء الله إن شاء الله هنجيب بطارهم وهنجيب حقهم إن شاء الله. احنا مش هنخاف يعني ولا. الحمد لله. احنا عايزين نرجع الكتيبة نقد واجبنا تاني، نطلع المداهمات اللي احنا بنطلعها بنقضي على الإرهاب. هما متضايقين ان احنا بنقضي على إرهاب، بالعكس احنا بنطهر البلد باللي فيها. اقول لهم محدش يخاف، محدش يقلق من حاجة، احنا جامدين والحمد لله، وإرادة ربنا وإرادتنا هنعمل اللي احنا عايزينه مش اللي حد تاني عايزه. بحبك يا مصر، بنحبك ونفضل نحبك مهما حصل فينا، ومش هيغيرنا اللي احنا فيه ده، لا بإذن الله نكون ونخف. وهروح الكتيبة وهعمل شغل أكتر من اللي كنت بعمله.